السلام عليكم. العلاقات الانسانيه لازم يتقال فيها الجمله ديت اديني فرصه ثانيه، ممكن ثالثه ورابعه وخامسه، بتيجي عند حد معين من الفرص والعلاقه بتنتهي مهما كانت قوتها ومدتها الزمنيه، الا علاقه واحده بس. العلاقه ديت علاقه ربنا سبحانه وتعالى بالانسان، بدايه من اختيار ربنا سبحانه وتعالى للانسان انه يبقى خليفته في الارض لحد يومنا هذا ولحد ما الساعه تقوم. وربنا بيدي الانسان فرص لا نهائيه وهدايا ومنح. تيجي نشوف. اولا باب التوبه مفتوح 24 ساعه 7 ايام طول عمرك، ليك فرصه تقابل ربنا 5 مرات في اليوم عن طريق الصلاه. متاح بالنسبه لك اي وقت ربنا يكلمك عن طريق القران الكريم او انت تكلمه عن طريق الدعاء. انت متخيل ربنا كريم بسخاء قد ايه مع الانسان؟ طب انا دلوقتي كانسان انا بغلط وبعمل ذنوب وليا طلبات وعاوز الدنيا وعاوز الاخره وعاوز كل حاجه في ايديا. سبحان الله ربنا اداك منح وهدايا متجدده بشكل دوري. ربنا اداك كل اسبوع يوم جمعه في ساعه اجابه، اداك شهر كامل شهر رمضان تقدر تغسل فيه ذنوبك وتوصل الحبل اللي بينك وبين ربنا، اداك ليله القدر خير من 1000 شهر. مدرك معايا المنح والكورسات المجانيه اللي ربنا بيديها لعبده هدايا؟ وفوق كل الحاجات اللي قلتها ديت 10 ايام من ذو الحجه فيهم يوم عرفه، ودي بلا منازع اكبر هديه. ما من يوم افضل عند الله من يوم عرفه. في ليله القدر الملائكه بتتنزل للسماء الدنيا، لكن في يوم عرفه ربنا عز وجل بينزل للسماء الدنيا عشان يباهي اهل الارض باهل السماء. ربنا عز وجل بيقول هؤلاء عبادي جاءوني من كل فج عميق يرجون رحمتي. وفي اليوم ده ربنا بيعتق رقاب من النار كتير جدا، اللهم اجعلنا منه. فيوم عرفه ده هديه كبيره جدا، انا مش هقول لك تعمل فيه ايه غير ان انت تستغل الفرصه والهديه المجانيه اللي جايه من ربنا. تقدر تستغل اليوم دوت بالصيام وبالقيام وبالاستغفار وبالدعاء وبكل حاجه نفسك فيها قولها لربنا وترجاه منها، ان شاء الله هينولها لك. وشوف رسول الله كان بيعمل ايه في اليوم ده واعمل زيه. بس خد بالك، اي نعم فرص ربنا وهداياه ما بتخلص لكن عمرك بيخلص. فربنا يتقبل مننا يوم عرفه ان شاء الله ويجعلنا من المعتوقين بركابهم من النار. وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم يا رب. ولحد هنا خلص الفيديو. لو عجبكم الفيديو دعمونا بلايك وشير. كنت معكم مصطفى سعد والسلام عليكم.